أنا شُفت بعيني راجل الديون خلّته يفتح فرع تاني للbusiness بتاعه ويكبر ويتوسّع، وعلى الناحية التانية شُفت برضه راجل والدين بيخلّيه يبيع شقته ويبيع اللي حيلته عشان يسدّده، نفس الأداة ولكن نتيجتين عكس بعض تمامًا. النهارده زي ما وعدتك أنا هافتح دفتر المحاسب على أهم وأخطر ملف وهو ملف الديون، وهادّي لك سؤال واحد بس الإجابة عليه هي الفيصل كلّها وهي فعلًا الزتونة زي ما بنقول. هل فعلًا الحاجة اللي أنت اشتريتها بالدين هي اللي هتدفع القسط والّا أنت؟ الإجابة على السؤال ده هي فعلًا الفيصل وهي فعلًا الزتونة كلّها، الحاجة اللي أنا اشتريتها بالدين دي هي اللي هتدفع القسط والّا أنا اللي هادفع القسط؟ هتيجي تقول لي إزاي الحاجة هتدفع القسط؟ هاقول لك تعالَ ناخد مثال بسيط وبرضه المثال ده هيوضّح لنا أول نوع من أنواع الديون وهو الديون الذكية. أنا راجل دلوقتي محتاج أشتري لابتوب، رُحت للمحل وقُلت له: "يا عم أنا ما معييش فلوس كاش، أنا هاشتري منك بالأقساط." قال لي: "السعر هيزيد شوية عن تمنه في الكاش." قُلت له: "ما فيش مشكلة، هتقسطه لي خلال سنة." تمام، خدت اللابتوب وروّحت ودفعت المقدم والدنيا تمام وروّحت بيتنا، بس اللابتوب ده أنا باشتغل عليه شغل freelance وبعد كده بابيع شغلي أو بابيع خدماتي، الناس بتحوّل لي فلوس، باخد الفلوس دي أدفع الأقساط بتاعة اللابتوب. هنا ده أول نوع من أنواع الديون وهو الديون الذكية، أنا اتداينت عشان خاطر أشتري لابتوب، بس اللابتوب ده بينفعني كأصل كasset إن هو يدُر عليّا أرباح، لازم يدِر عليّا أرباح والأرباح دي بادفع منها الأقساط. هنا ده اسمه الديون الذكية، إن الأصل نفسه هو اللي بيدفع الأقساط، عشان كده دي اسمها الديون الذكية، ودي كانت أول نُص إجابة من إجابة السؤال اللي أنا سألته لك، هي فعلًا اللي هتدفع الأقساط؟ هنا أيوه، وده اسمه الديون الذكية. أمّا بقى لو أنا اللي هادفع الأقساط، فده هيودينا للجزء التاني، والجزء التاني ده هو الوجع فعلًا، الملف التاني ده. وهو الديون الغبية أو ديون المظاهر، عربية جديدة عشان خاطر الوجاهة وعربية أفخم من اللازم عشان خاطر المكانة الاجتماعية، فباضطر إن أنا أقسطها من تِلت مرتبي أو نُص مرتبي عشان خاطر المكانة الاجتماعية والناس هتقول عليّا إيه أنا والعيلة، أنا والمدام. باعمل فرح مثلًا، الفرح ده أنا مش في مقدرتي إن أنا أعمله ولكن باستلف عشان خاطر العادات والتقاليد والمظاهر. أنا باعرف ناس بتستلف عشان تروح تصيّف، وده فعلًا مش هزار. فبتستلف وتتداين عشان تروح تصيف وعشان تروح تستمتع بحاجات ممكن أسبوع، يومين، 3 والحاجة دي خلاص راح والمتعة بتاعتها كمان راحت وما فيش أي عائد مادي بيسدد الدين ده، ولكن الدين هو اللي بيبقى. وعايزك تخلّي بالك من نقطة مهمة جدًا في حياتنا إحنا كرجالة، الديون الغبية بتخلّي أولوياتنا مختلفة. هتيجي تقول لي إزاي؟ هاقول لك لو الديون الغبية دي أنا اتدينت علشانها، أنا هاجي آخر الشهر هاحط الأولوية بتاعة القسط أو الدين قبل الأكل والعلاج. تخيل وصلت لدرجة إيه؟ قبل الأكل لأسرتي ولعيلتي والعلاج بتاعهم، أنا دي بقت الأولوية التانية، الأولوية الأولى عندي إن أنا أسدد الأقساط اللي عمّالة تتراكم عليّا، والفخ اللي معظم الناس بتُقع فيه وده للأسف شريحة كبيرة جدًا مش بتاخد بالها من الفخ ده، إن هي بتستلف أو بتتداين عشان تسدد قسط تاني أو عشان تسدد دين قديم عليها ولسه ما خلصتش منّه. ده الفخ اللي معظم الناس بتُقع فيه فعلًا ودوامة الديون بتسحبه لتحت. فخُد بالك يا صديقي من الحتّة دي فعلًا، الديون الذكية ما فيش فيها مشكلة، ولكن الديون الغبية هي اللي بتحكم وهي اللي بتقيّد حريتك. الجزء الأخير من الفيديو هو إنك تسأل نفسك 3 أسئلة، فعلًا اسألهم لنفسك قبل ما تقرر تتداين أو تقسّط أي حاجة. تسأل نفسك أول سؤال، هل الحاجة اللي أنا هاشتريها دي هتدفع لنفسها الأقساط والّا أنا اللي هادفع الأقساط عنها؟ هل الأصل اللي أنا هاشتريه ده هيجيب لي عائد مادي أقدر أدفع منه الأقساط والّا لأ؟ تاني سؤال وهو سؤال مهم جدًا، لو دخلي وقف خلال شهرين هيحصل إيه؟ السؤال ده بيوجع ناس كتير جدًا، لإن ناس كتير ما عندهاش الإجابة. هل هتاخد من الطوارئ؟ ده إذا فرضنا إن عندك طوارئ فعلًا. طيب الطوارئ دي مش لحاجات تانية والّا عشان خاطر الديون؟ والديون دي فترتها قد إيه؟ وتالت سؤال وهو سؤال برضه لا يقل أهمية عن الاتنين الأولانيين، وهو فعلًا التكلفة الحقيقية بتاعة القسط ده قد إيه؟ مش تكلفة القسط بس، لأ، تكلفة الدين كله قد إيه؟ الدين اللي أنا هاخده أو القسط اللي أنا هاخده ده مش اللي هو شهريًا، لأ، في المُجمل التكلفة بتاعته قد إيه، والتكلفة بتاعته دي نسبتها قد إيه من المُرتّب بتاعي اللي أنا هاقدر أتحمّله عشان خاطر أسدد بيه الديون دي.
دي أهم 3 أسئلة تسألها لنفسك، وبصراحة ومن غير لف ودوران في بُعد ديني عند كتير مننا للموضوع ده. الموضوع ده مش حكاية بس فوايد وقروض وديون، الموضوع كمان أكبر من إن هو حسابات وأرقام، لإن زي ما باقول لك هو في بُعد ديني عند كتير مننا، فأنت لازم تحط البُعد الديني ده في الاعتبار وتهتم بيه فعلًا وتعمل حسابه، لإن الحكاية أكبر من كده بكتير، وده موضوع هنبقى نرجع له في القناة. ولكن يبقى ال3 أجزاء اللي أنا قُلت لك عليهم هم أهم أجزاء، فأنا عايزك بقى النهارده تجيب ورقة وقلم كده وتعمل عمودين بنُص الصفحة، الديون اللي بتبنيك والديون اللي بتاكلك، الديون الذكية والديون الغبية، احسب الرقم اللي هنا كام، واحسب الرقم اللي هنا كام، وشوف هتعمل إيه في حياتك، وحاول تتخلّص من أي دين في حياتك، خصوصًا الديون الغبية يا صديقي. طب لو أنت راجل بقى بتعرف تحوّش وبتخاف تستلف، فأنا عندي خبر وِحِش ليك. الفيديو اللي جاي أنا هاحكي لك قصة راجل قعد يحوّش سنتين عشان خاطر عربية وفي الآخر لقى سعرها اتضاعف، لإن الادخار لوحده ممكن يخسّرك. تابع الفيديو اللي جاي.